وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين في احسن الاحوال. فيديوهاتنا بتعجبكم وتضر بالك. طبعا عاملين ايه يا حبايبنا؟ معانا هنا لينا فاطمه جت لنا عشان اطمن عليهم واطمن على منى. عرفت ان منى تعبانه شويه، قلت لا لازم اجي اطمن عليها. فجيت لقيت بصراحه منى تعبانه ومش قادره تعمل حاجه. قلت لهم لا انا هخش مع حبيبه بقى نعمل الاكل النهارده. وايه تعالوا معانا بقى شوفوا هنعمل الاكل معاكم ازاي يا حبايبي. وحشني لايك للفيديو الحلو ده واشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتعملوا تعليقات يا حبايبي عشان يوصلكم كل جديد مع حبيبه وايه وتيتا بطه. وبعد كده وعاوزاكم يا حبايبنا تدخلوا تشتركوا في قناه تيتا بطه. هحطها لكم على على المنتدى، تدخلوا تشجعوها بقى، تحطوا لايكات واشتراكات واشتركوا في القناه. طبعا بقى نبدا عاملين ايه النهارده. معانا هنا بطتين سبحين، معانا هنا بصل وتوم، ومعانا هنا هنعمل بسله بالجزر، معانا هنا البهارات هنقولها لكم ساعه ما احنا نيجي معانا هنا الصلصه بتاعتنا، وعندنا الرز ومعانا هنا الرز بتاعنا. كل حاجه جاهزه. طبعا اللي احنا حاطينها سمنه على النار. انا بقى نحط البصلتين، نحط ورق لورا، حبهان، قرفه خشب، تمام. نحط الطماطميه نتشوحوا الحاجات دي من بعضها. تشم الريحه انت اكنك بتعملي لحمه او الزفر اللي انت بتعمليه. فاهمين يا ولاد؟ والله ريحتها حلوه من غير ما نحط البط. عندنا ناس ما بتاكلش البط، بس هنعمل ايه بقى؟ تيتا بط عايزه تاكل بط فانا هاكل منابها. شوحناهم علينا على النار اهو. هاتي بقى البط بتاعنا عشان ريحتها ما شاء الله. ما بتحط بقى الطماطميه معاهم. نحط بط بتاعنا اهو. احنا اول مره الفلفل الاسمر الوقت خالص، لان كده لما نحط الميه بتاعتنا هتعمل ريم. نطلع عليهم ونحط بقيه التوابل بتاعتنا. حطينا الميه يا حبايبي، بس احنا بنغلي لها ميه عشان تقوم بينا على طول، فعشان الشوربه تبقى طعمها حلو فهنحط شويه سكر بسيط خالص، وتسرع تسويه البط. اذا كان كبير هتسرع تسويته، بس هو بط صغير مش كده؟ ايه بتصورني اكس عليك يا بنت؟ لسه صغنن. ها؟ لسه صغنن. لسه صغنن. ما ابوك قال لي لسه صغنن. يا ريت كل حاجه حبيبه تعملها تنال اعجابكم، بس انا هديها حته من البطه بقى. لا ليه؟ هنغلي الميه بقى بتاعتنا. هنجهز بقى ايه حاجه البسله. طبعا يا حبايبنا دعواتكم للحاجه منى يا حبايبي. فعلا تعبانه. ادعوا لها يا حبايبي ربنا يشفيها ويقويها ويخليها لاولادها يا رب، ويخليها للحاج مصطفى ويخليهم لبعض. واهم حاجه ادعوا لها دعوه من قلوبكم الحلوه دي، ودعوه برضو لل 19 ودعوه لل 19 بنت ربنا اللي هم من المنوفيه. مش 19 ده 18 بنت وولد. والسواق ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل نسوهم الجنه يا رب. في الجنه ونعيمها. هم عرايس الجنه. ربنا يرحمهم والله حاجه تحزن قسما بالله العظيم. 18 بنت من ال 14 سنه ل 21 سنه. ربنا يصبر اهلهم ويصبر اهل البنات. يعني انا اسمع ان في 3 من بيت واحد. ربنا يصبر اهلهم قسما بالله العظيم. انا بفتح بشوف اتفاجئنا بالحاجات دي كلها. وربنا يصبر. وطلاب الثانويه العامه ربنا ينجحهم ويخشوا يجاوبوا. جاوبت ما جاوبتش، انت اهم حاجه نفسك وصحتك. انت يعني ايه ان واحد يروح ينتحر عشان ما جاوبش ماده؟ بصراحه يعني ربنا خش اعمل اللي عليك، وانت ذاكرت جاوب واطلع. ما عملتش عيد السنه يا اخي. هي مش اخر مش اخر الدنيا. مش اخر الدنيا. امال لما تخش الكليه هتعمل ايه؟ ده الكليه الثانويه بالنسبه للكليه اكنها اولى ابتدائي. ان هو يطلع من الامتحانات يروح ينتحر، يجي ياخد حبايه غله، ياخد ده. حرام عشان اهلك. انت ما بتبصش وانت بتاخد الحاجات ديت امك وابوك يعملوا ايه؟ بصراحه امك وابوك إيه؟ ليه يعني؟ انت هي الام وهي ابنها طالع تقول له اعمل اللي عليه، اللي انت ذاكرت اعمله. ما جاوبتش اطلع، بس ما تدمرش نفسك، ما تدمرش ابوك وامك بعد ما ربوك وعلموك انك تعمل في نفسك كده. تبقى ساعات شيطان. وهو بيقول لك عادات الاسباب والموت واحد، هي دي موته. بس احنا بنقول للطلبه ربنا يقويكم وينجحكم. بنقول للاهالي اقعدوا مع اولادكم وقول لهم انت لو دخلت ما عرفتش تجاوب مش مهم، اهم حاجه انت ما تعاقبوش. تقول له ما انت لو كنت بتذاكر طول السنه كنت دخلت تجاوب. لا والله
هو بيذاكر وبيخش بينسى كل حاجه من المراقبه الشديده. فادعوا لاولادكم وقعدوا معاهم، فهموهم ووعوهم للموضوع ده. بصوا الاهالي، الابن اللي يطلع ويروح ينتحر ويرمي نفسه ما ينفعش، وربنا ينجحهم يا رب وفي المواد الباقيه. مرق يا حبايبي عشان تزود التست بتاعنا وتخلي الشوربه طعمها حلو زي قلوبكم الحلوه كده. وايه، والفلفل الاسمر مش حاطينه لان كده كده طبيعي الشوربه بتجيب ريم، هنشيل الريم اللي عليها عشان نحط الفلفل الاسمر بتاعنا عشان ندوق الفلفل الاسمر في الشوربه يبقى طعمها حلو. طبعا بقى حبايبنا ان انا فاطمه حابه بس تقول لكم كلمتين اللي هو تبعيه. البصل بتاعنا نشوحه. طبعا النهارده مش انا اللي بطبخ لكم. انا اللي بطبخ يا حبايبي والله. تيتا بطبخ. ادعوا يا اولاد لمنى ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. ربنا يشفيها يا ربنا يشفيك يا منى. امك اسمها ايه يا بنت عشان ندعي الدعوه تيجي تقبل؟ بنت عزه. بنت ايه؟ عزه. عزه، حلوه عزه دي. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. هنشوح بقى البصل بتاعنا عشان احنا ايه هنعمل معاكم ايه بسله جنب ايه البط. حبيبه تاكل البسله وتيتا بطه تاكل البط. حلوه. نشوح البسله. انا بحب اعمل البسله نيه في ني، وساعات بعملها كده بالصلصه بتاعتها، بس منى قالت لي لا شوحي البسله بالبصله والتومه. قلت لها حاضر من عينيا. اللي انتوا بتعملوه اللي انتوا بتطبخوه اعمل زي ما انتوا بتطبخوه بالظبط. امال انت بتعملوها ازاي؟ لا انا لما بكون مستعجله؟ لا مش مستعجله. اما بكون انا سلقاها، لان انا بسلق البسله اللي بخزنها نص سلقه، مش نص سلقه، بغلي ميه واحطها واحط معاهم معلقه سكر، ومسافه ما الميه تغلى اقوم مطلعاها وشطفاها حاطه فيها تلج عشان اللون بتاعها هيبقى اخضر زي ما هو اكنك لسه جايباها، واسيبها التلج طبعا بيبرد، بصفيها وبنشفها وبقوم حاطاها في اكياس، واقوم قللها عامله لها التقليه بتاعتنا عادي، البصله والثومه والطماطم تتسبك، واقوم ساقطه البسله فيها. عندي شوربه، عندي اي حاجه بسقيها بشوربه، عندي مكعب مرقه بعملها بالمرقه تاكليها تبقى طعمها حلو برضه. طبعا انا ما بحمرش، احنا بنتبل بس. الناس كلها بتعملها كده ولا انت بس؟ لا تبع اللي انت عاملاه، تبع طريقته. يعني انا بعملها ساعات، انا بعملها كده بنفس الطريقه كده، البصله واشوحها مع التومه وكده واشوحها واحطها كل حاجه، احط الطماطم دي لما تكون مثلا انا جايباها طازه. اما بتكون مثلا انا عاملاها ومجهزاها في البيت ومخزناها، فطبعا انا مخزناها سلقاها، فطبيعي ان انا اعمل الصلصه بتاعتها عادي بقى مشوحهاش. تيجي تاكليها تلاقيها لها طعم ايه، كل دي لها طعم والتانيه لها طعم. بصراحه احط معاها اذا كان معاها لحمه ولا حاجه، احط في قلبها لحمه بتديكي زي ايه البسله اللي بتاكلها في الافراح كده، تبقى طعمها خطير. ابني يقول لي دي ايه الفرق؟ اقول له الفرق ان احنا سبكنا البصله بالطماطم بكله لوحدها، امال الثانيه بشوحها بعملها ني في ني. ونحط التومه بتاعتنا اهي. طبعا انا ساعات بحط في البصله ديت يا حبايبي ورق لورا، بحط في البصله ديت، وبحط شويه بهارات لحمه، وبحط فصين حبهات. هل انتوا بتحبوها كده؟ ايوه، كل شيخ كل واحد له طريقه. كل واحد. لا انا بحط مع البصله دي وانا بشوح وبعمل البسله، بحط ايه فصين حبهان وورق لورا. لا دي بقى احنا شوحنا البصله هي بالتومه، هننزل بقى بالبسله سلقين البسله، هننزل بالجزر بتاعنا، نحط عليها بقى ونسيبها تتشوح ونرجع لها تاني. نسيبها تتشوح بقى ونرجع تاني بقى ايه ما نحط الطماطم دي ايه بتاعتنا. شوحنا البسله اهي، هننزل بقى بالصلصه بتاعتنا. ماما بتقولك تسلم ايدك، الريحه ايه؟ تسلمي يا حبيبتي. اهم حاجه يا منى ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. حطينا بقى حطينا بقى الطماطم بتاعتنا اهي. طبعا الطماطم بتاعتنا هنعمل معاها ايه؟ نحط معاها شويه سكر تعادل حموضه الطماطم بتاعتنا عشان ما تبقاش ايه، ما تعملش حط معانا عشان اللي هو الحرقان والكلام ده ولا لا هي بتظبط لك الاكله بتاعتنا. شويه السكر دول الطماطم عشان ما تظبطش المعده يعني. ايوه بتبقى في طماطم غضه بمعنى اصح، فبتوازن الاكل بتاعك. هنا بقى مكعب مرق وشويه فلفل اسمر. طبعا هما بيقول لك احنا ما بنحطش الا فلفل اسمر بس. انا مش بحط حاجه غير انا من النوع ان انا بحط مثلا شويه كزبره بصوت وشويه كمون بصوت عشان تعلي التيست بتاع البسله، تديك طعم حلو كده. ايه رايك في صوت الضيوف اللي جنبنا دي؟ حلو. خلاص حطينا بقى اهو، كلهم بيصحوني.
والله نسيبها بقى مع نفسها تتسبك بقى. نفسها بقى، يبقى احنا كده اهو اهي هو كده. ونشوف هنا ايه والبط بتاعنا هو نشيل الريم اللي عليه عشان نحط الفلفل الاسمر بتاعنا برده. الشوربه بتاعتنا تبقى رايقه، شيل الريم بتاع عشان الشوربه بقى وانت بتغرفيها كده تبقى رايقه ما فيهاش اي حاجه خالص شوائب. لان احنا لو حطينا الفلفل الاسمر بتاعنا ما هوش حاب، الفلفل الاسمر بتاعنا يعني ايه ناعم، فهيطلع مع ايه مع الريم ده. لا احنا عايزين يبقى ايه الشوربه بتاعتنا ظاهر فيها ايه الفلفل، ايه الفلفل الاسمر. اتفضلوا معانا يا حبيبي، النهارده عندنا بط يستاهل بقكم بصراحه. تربيه الحاج مصطفى والحاجه منى. فاحنا ايه ما شاء الله ما طلعش ريم كتير. لا ما طلعش، هو البط نضيف وحلو وما طلعش ريم كتير. نحط بقى معانا الفلفل الاسمر، الفلفل الاسمر اللي احنا ما حطيناهوش، اللي احنا ما حطيناهوش بس لان هم عندهم الفلفل الاسمر بتاعهم بيعملوه بملح. لا انا قلت لها لا انا عايزه فلفل اسمر من غير ملح. ايه الفرق بين الفلفل الاسمر لوحده والملح لوحده؟ يا حبيبتي يا حبيبتي الوقت انتوا بتحطوا الفلفل الاسمر بالملح، انت عندكم كميات الملح اكتر من شويه الفلفل الاسمر اللي انتوا حاطينه. أيوة. فالفلفل الاسمر مش ظاهر. دي مثلا انتوا بتعملوا شويه سلطه، انتوا هتحطوا ملح بشويه الفلفل دول. أيوة. حلوين للسلطه. امال انت عايزه ايه؟ مش الفلفل مش باين فيه، الفلفل مش باين في الملح اللي كتير، الملح اللي بيبان. احنا واللحوم والفراخ روحها في الفلفل الاسمر. الاسمر بيدي ريحه حلوه، نكهه وريحه. بس خلصنا اكلنا، حمرنا البط بتاعنا اهوت والشوربه والبسله والرز. وتعالوا معانا اتغدوا معانا. من قطه بطه بط وبسله، ايه رايكم؟ وطبعا معانا حبيب طبعا. ايه رايكم بقى في الاكل اللي احنا عاملينه النهارده للحاج مصطفى؟ يا ريت الفيديو ده عجبكم، لقيت تبطل للحاج مصطفى ويقول ايه رايك. قولي بقى. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان نبدا لكم كل جديد. ما تنسوش تبطل يا ولاد في القناه بتاعتها. خشوا لي يا حبايبي في القناه، اي حاجه غلط يقولوا يا تتبطل لا. وهي بتعمل وصفات حلوه، حاجات من دي ادخلوا شجعوني بقى في قناه ايه تتبطل وبيت العيله. الحاج مصطفى جالك، والحاج مصطفى جالي مخصوص. اللهم صل على النبي سعد النبي. ايه رايك؟ لا الله ينور. ايه رايك؟ منور يا حاج. الله يخليك يا حبيبي. انت بتعملي حاجه ايه حبيبي ما تحرمش منك ابدا. بنت الوز عوام. بنت الوز عوام. بنت الوز عوام. طبعا بنت ملك بالظبط. بنت ملك واخت الوز وز. مش بطه. لا بطه، لا ما انت فاطمه بطه، احنا نغير من الوز ده. ماشي يا حبيبي، يلا قفل بقى الفيديو. قول بقى لحبايبك كلمتين. بقول لكم يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير، وربنا يصلح حالكم وحالنا جميعا، وربنا ينجح الشباب والبنات اللي في السنه والحق به النبي، ويجعل تعبهم خير لهم يا رب، وينجحهم لهم ولاهاليهم، ويفرح اهاليهم بحق ايديه النبي يا رب. ربنا يفرح كل من كان ويرضي كل من كان، ويدي للي عايز يا رب. ربنا يرضيهم ويديهم من وسع. ربنا يصلح حالكم وحالنا جميعا. وطبعا ديت الحاجه بطه فاطمه، ديت ام الغاليه اخت الغاليه، وما تنسوهاش بقى في اللايك وشجعوها والكومنتات، وربنا يصلح حالكم جميعا وحالنا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.